السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة تزيد الفيديو بركة وتزيدنا فهم إن شاء الله. على بركة الله نبدأ مراجعة النهاردة. ما ننساش الدراسات الاجتماعية، مادة جميلة بس شقية. بص معايا أنت وهي، فيها خريطة وكرة أرضية. النهاردة عندنا مراجعة شهر مارس. طيب، بالنسبة لمراجعة شهر مارس، بما اني الصف الثاني الاعدادي عايز بقى اضمن الدرجة 15 درجة بتوع امتحان الشهر، منهج فبراير ومنهج اول اسبوع من شهر مارس، عايز الم الدنيا، يبقى لازم تركز معايا في البوستر ده. بص، مبدئيا احنا عندنا الوحدة الاولى هناخد الدرس الاول، وعندنا برضو الدرس الثاني، وعندنا الدرس الثالث ده في الجغرافيا. بالنسبة للتاريخ هم اول درسين، هناخد الدولة الأموية والدولة العباسية، ده اللي مقرر علينا في شهر فبراير وأول أسبوع من مارس. طيب، هنبدأ بإيه؟ نبدأ بالوحدة الأولى، وعندنا الدرس الأول الزراعة في وطننا العربي. طيب، أول حاجة قال لك هنتكلم عنها عوامل قيام الزراعة. هي إيه العوامل اللي بتخلي في زراعة؟ جينا سألنا الزراعة أنت محتاجة إيه عشان تتقدمي؟ قالت لي بص، أنا محتاجة حاجة من ربنا سبحانه وتعالى فسميتها طبيعية، ومحتاجة حاجة منك كإنسان فسميتها بشرية. فقال لي عندي عوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل الطبيعية قال لي مية عذبة. مية عذبة، هي المية العذبة دي بجيبها من إيه؟ قال لي بجيبها من الأمطار، بجيبها من المية السطحية. وهنا خلي بالك يعني إيه مية سطحية؟ كلمة مية سطحية معناها حاجتين، إما بحيرة اما نهر. يعني عايز يقول لك الحاجه الميه اللي بشوفها على السطح. يبقى تاني، ميه سطحيه معناها ايه؟ بحيره او نهر، او ميه جوفيه اللي هي حاجتين، ابار او عيون. ده بالنسبه لاول عنصر عندنا. تاني عنصر اللي هو التربه. التربه اللي موجوده فين؟ قال لي على جانبي الانهار، زي نهر النيل في مصر والسودان، دجله والفرات في العراق. تالت عنصر عندنا قال لك المناخ. المناخ عندنا في الوطن العربي متنوع. طب ده بيساعد على ايه؟ تنوع المحاصيل الزراعيه، مما يؤدي الى ايه محترم؟ قال لك ساعد على التبادل والتكامل بين شعوب الوطن العربي. انا عايزك تتخيل ان احنا الوطن العربي بنكمل بعض وبنتبادل مع بعض المنتجات بتاعتنا، اذا كانت زراعيه بقى، اذا كانت معدنيه، اي منتج. هل هيحصل فيه عجز؟ مستحيل، بس للاسف ده ناقصنا. يبقى عندي المناخ متنوع، ساعد على التبادل والتكامل. ردد عشان تحفظ. تاني حاجة عندي عوامل بشرية. يعني ايه عوامل بشرية؟ انت اللي تعملها، انت كإنسان تعملها. اول حاجة ايدي عاملة، وقال لك الوطن العربي بيمتلك ايدي عاملة مدربة. يعني ايه مدربة؟ كويسة، فاهمة، تقدر تعمل نهضة في مجال الزراعة. على فكرة كل الدول الأوروبية بما فيهم فرنسا، انجلترا، كمان اكبر دولة في العالم الولايات المتحدة الامريكية، معتمدة على العقل المصري وعلى العقول العربية. كمان عندي رأس المال طبعا اللي احنا بنقول عليها اساس كل حاجة. اساس كل حاجة الماني، ابجني تجدني. فقال لك رأس المال خاصة دول الخليج عندها رؤوس اموال لإقامة المشروعات الزراعية. اخر حاجة عندنا في العوامل البشرية السوق. لما زاد السكان، لما بدأ يزيد السكان، قال لك زاد الطلب على المنتجات الزراعية. تاني، لما زاد السكان بدأ يزيد الطلب. طب لما زاد الطلب أدى للتوسع وتحسين المنتجات. مش فاهم حاجة. بص دلوقتي أنا عندي زيادة في السكان. طب أنا كان عندي 100 واحد بقى عندي 1000. ال 100 واحد كانوا بيشتروا ب 1000 جنيه. طب ال 1000 لا، هيشتروا ب 10000 جنيه. فهنا زودنا الطلب. طب لما يزيد الطلب، انا كنت بنتج 10 كراتين من المنتج الفلاني، خلصوا في يوم، خلاص ده انا هنتج 100، فهزود الانتاج، التوسع في الانتاج، وكمان احسن المنتجات عشان تنافس. طيب بعد كده قال لك انا عايز اعرف مناطق توطن الزراعه. الزراعه موجوده فين؟ قال لي بص، انا عندي مناطق تعتمد على الامطار، في مناطق بتعتمد في زراعتها على الامطار، وفي مناطق بتعتمد في زراعتها على الانهار، وفي مناطق بتعتمد في زراعتها على المياه الجوفيه. طب تعال نشوف ايه بقى كل واحده من دي بنتكلم فيها عن ايه.
قال لك بداية تعال نمسك اللي بتعتمد على الأمطار. قال لي لو عايز تعرف الزراعة اللي بتعتمد على الأمطار موجودة في 4 أماكن. 1 الأجزاء الشمالية. على فكرة الأجزاء الشمالية أكتر من الأجزاء الجنوبية. الأجزاء الشمالية اللي هي مين؟ مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، وعندك كمان في الجناح الآسيوي فلسطين، لبنان، وسوريا، وعندك كمان العراق. كل الدول دي أجزاء شمالية. إنما في الجنوب عندك اليمن، وعندك جنوب الصومال، وعندك جنوب موريتانيا. ال4 أماكن دول بيعتمدوا على الأمطار. يبقى تاني أنت عايز مناطق بتعتمد في زراعتها على الأمطار. أيوه، يبقى 4 أماكن. 1 الأجزاء الشمالية، 2 اليمن، 3 جنوب الصومال، 4 جنوب موريتانيا. عندي كمان مناطق بتعتمد على الأنهار. تعتمد على الأنهار زي مين؟ قال لك زي نهر النيل. فين؟ في مصر والسودان. قال لك نهر النيل في مصر والسودان، أنا عندي نهر كده هزرع عليه. رقم 2 دجلة والفرات. فين؟ قال لي في العراق. وزود عليهم بقى، دول خدناهم الترم اللي فات، زود عليهم الترم ده جوبا وشبيلي في الصومال. جوبا وشبيلي في الصومال. يبقى تاني مناطق بتعتمد على الأمطار 4 أماكن. مناطق تعتمد على الأنهار جاب لي 3 أمثلة: نهر النيل، دجلة والفرات، جوبا وشبيلي. نهر النيل في مصر والسودان. مصر والسودان ما قلتش مصر بس، جوبا وشبيلي قال لي في الصومال. دجلة والفرات دول نهرين مش نهر واحد موجودين في العراق. آخر حاجة عندي مناطق بتعتمد على المياه الجوفية. المياه الجوفية أيوه. طب زي فين؟ قال لي زي المناطق الصحراوية. مناطق صحراوية؟ أيوه الصحراء. هي الصحراء فيها زراعة؟ أيوه طبعا، بس زراعة بسيطة. فين؟ قال لي تحديدا في أماكن الواحات. الواحات دي أنت نسيت، ما أنت خدتها الترم الأول. منطقة منخفضة في الصحراء تقوم فيها الزراعة اعتمادا على المياه الجوفية، فبالتالي فيها مياه جوفية، بالتالي فيها زراعة. قال لي اداني مثالين زي واحة الداخلة وواحة الخارجة بمصر. كده خلصنا مناطق توطن الزراعة. بعد كده عندي أهمية الزراعة. هي الزراعة مهمة؟ هو أنا بزرع ليه؟ أكيد مهم. يعني أنت دلوقتي لو بكلمك وأنت ما تعرفش أي حاجة عن المناهج وسألتك هي الأرض الزراعية دي مهمة؟ تقول لي طبعا، إحنا بناكل منها. أول حاجة هتقول لي إيه؟ بناكل منها، يعني بتوفر غذاء. ممكن واحد تاني يقول لي دي بتوفر مواد خام لازمة للصناعة. القطنية اللي بجيبها من الأرض الزراعية بتسهم في صناعة الملابس، يبقى دي مادة خام اللي هي القطن لازمة للصناعة اللي هو التيشيرت. فعندي قال لي تعالى نتكلم على أهمية الزراعة. بالنسبة لأهمية الزراعة قال لي تعالى نتكلم على أنها تمد السكان باحتياجاتهم من الغذاء. عايز غذاء يبقى في أرض زراعية. رقم 2 بتوفر فرص عمل، ده بيشتغل فيها 50% من السكان. نص السكان، نص القوى العاملة في الوطن العربي شغالين في الزراعة. يعني نص القوى العاملة. لو عندك 100 واحد شغال في الوطن العربي، شغال يعني قوة عاملة، أشخاص في سن العمل، خدناها في الترم الأول. أشخاص في سن العمل سواء يعملون أو يبحثون عن عمل، هم أشخاص في سن العمل زي كده، والقادرين عليه، قادر يشتغل الحمد لله ما فيهوش إعاقة، سواء يعملون أو يبحثون عن عمل، سواء شغال أو بيدور. دي قوة العمل. لو أنا عندي 100 واحد في الوطن العربي 50 منهم شغال في الزراعة. رقم 3 بتوفر رؤوس أموال. ليه؟ عشان نعمل بيها المشاريع. كمان بتوفر مواد خام لازمة زي ما قلنا للصناعة. طيب إيه تاني؟ قال لي تعالى بقى نتكلم عن إيه المشكلات اللي بتواجه الزراعة. الزراعة دي ليها مشكلات طبعا. إيه المشكلات دي؟ قال لك أول حاجة عدم استغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة. أنت عارف الأراضي الصالحة للزراعة قد إيه؟ قال لك 5%. كم؟ 5%؟ أيوه. وبيشتغل في الزراعة 50%؟ أيوه. شفت بقى؟ فهنا حتى كمان ال 5% مش مستغلينهم صح. ده أنت بتلاقي في ناس بتبني على الأرض الزراعية، بتلاقي في ناس بتبور الأرض الزراعية عشان تعمل مصنع، تلاقي ناس بتهمل الأرض الزراعية عشان تروح تهاجم من الريف للمدن، فبالتالي ما بنستغلش كل الأراضي الصالحة للزراعة. رقم 2 عدم استخدام التكنولوجيا. احنا معتمدين لسه على الوسائل البدائية، الراجل ماسك الفاس وعمال يشتغل في الأرض وجايب الجاموسة ومركب فيها المحراث، والجاموسة ماشية ولا البقرة ماشية وبتحرث الأرض. الكلام ده طبعا انتهى. احنا لازم نستخدم التكنولوجيا، بس للأسف ما بنستخدمش في الوطن العربي. رقم 3 ظاهرة التصحر. ايوه يا مصر انا عارف التصحر اللي هو
قبل صلاة الفجر يا عم، لا، ده التصحر ده بالسين ما ده بالصاد. يعني تصحر ضعف القدرة الإنتاجية للأرض الزراعية. ردد معايا، يعني تصحر ضعف القدرة الإنتاجية للأرض الزراعية. محترم. رقم 4 برضو التصحر من المشكلات. رقم 4 تذبذب الإنتاج. ليه؟ قال لك لأن الزراعة في الوطن العربي معتمدة كليا على المطر. طب وهو المطر موجود؟ قال لك لا، ده متذبذب. يعني متذبذب، انت الشتاء السنه دي ما كانش فيها امطار او امطار قليله، امطار على استحياء، فالمطر انت ما تعرفش نازل ولا لا، فبالتالي متذبذب. يعني متذبذب شويه كتير شويه قليل، بالتالي قال لك في تذبذب الانتاج بما انك معتمد على الامطار، والامطار متذبذبه، يعني متذبذبه شويه كتير شويه قليل، فبالتالي الانتاج متذبذب. ده بالنسبه لمشكلات الزراعه. هنسيبها؟ والله ما هنسيبها، لازم نحط لها حلول. ازاي؟ بص يا سيدي، الجهود. ايه الجهود ديت؟ يعني الدوله هتعمل ايه؟ او المفروض الدوله تعمل ايه؟ قال لي مبدئيا بما اننا هنتكلم عن الجهود هنعكس. شايف المشكلات؟ اعكسها. هنا قال لك عدم استغلال كل الاراضي. شيل كلمه عدم وقول استغلال كل الاراضي الصالحه للزراعه. اللي قلنا نسبتها كام؟ محترم. ايوه 5%. شاطر. رقم 2 استخدام التكنولوجيا. فاكر لما قلنا عدم استخدام التكنولوجيا؟ هنا استخدام التكنولوجيا الحديثه. رقم 3 مكافحه التصحر. التصحر مش بتاع بتاع قبل الفجر، لا، التصحر اللي هو ضعف القدره الانتاجيه للارض الزراعيه. محترم. كمان قال لك استخدام الري بالرش والتنقيط. زي ما انت شايف كده حضرتك في الصوره، هنستخدم الري بالرش والتنقيط بدل الري بالغمر. يعني غمر يعني تغريق. الفلاح عندنا ما بيفرحش ولا يطمن غير لما يلاقي الارض كلها متغرقه. اول ما يشوفها متغرقه يقول لك بس خلاص كده احنا روينا الارض. يا عم غلط، يا عم انت كده بتهمل في الارض الزراعيه وبتديها فوق طاقتها. ما الميه الكتيره دي هتاثر على الارض بعد كده وتخلي فيه تصحر. هو مش فاهم. ما الميه الزياده دي هتخلي فيه تملح للتربه، لان الميه العذبه فيها نسبه املاح. الاملاح ديت هتفضل في التربه. ازاي؟ الشمس هتبخر الميه العذبه، هيتبقى الملح، فكل سنه ورا الثانيه ورا الثانيه بتزداد الملوحه في التربه، فبالتالي بيؤدي الى التصحر. اما لو استخدمت الري بالرش والتنقيط، انا بدي الارض على قد احتياجها بس. عارفين انتوا الاخرام بتاعت عصير القصب؟ لما بتروح تشتري عصير قصب، الفتحات ديت هعملها في الارض زراعيه، جنب كل فتحه منها احط بذرايه واشغل الحنفيه، الاقي البذرايه بتاخد ميه على قد طاقتها بس، على قد احتياجها، مش هغرقها. اخر حاجه قال لك هو ايه التصحر اللي انت عمال تتكلم عنه ده؟ قال لك بص، التصحر زي ما قلت لك ضعف القدره الانتاجيه للارض الزراعيه. ليه تعريف تاني: تناقص قدره الارض على الانتاج الزراعي او تدهوره. انت احفظ اللي انا قلته لك، ضعف القدره الانتاجيه للارض الزراعيه. محترم. اخر حاجه في اول درس اسباب التصحر. هو التصحر اللي انت عمال تتكلم عنه ليه اسباب؟ طبعا ده ليه سببين. عندي سبب طبيعي، يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي عمل، وما تقولش هو ليه ربنا سبحانه وتعالى بيعمل كده، له في ذلك حكم. احيانا ربنا بيبتليك عشان يشوف هتعمل ايه. ما هو مش كل الابتلاء غضب من ربنا سبحانه وتعالى، قد يكون الابتلاء على قدر محبة ربنا ليك سبحانه وتعالى. فهنا عندي طبيعية وعندي بشرية. طبيعية زي زحف الرمال. زحف الرمال دي، الرمال بتزحف يا عم؟ لا، الرياح لما بتيجي بتاخد معاها الرمال وبتبدأ تغرق الأرض الزراعية طبقة فوق طبقة فوق طبقة. اللي بيحصل تراكم للرمال فيحصل تصحر. رقم 2 تناقص كمية المطر. المطر لما بيقل، انت دلوقتي عندك كل سنة المطر بيقل، طب لما يقل هيؤدي إلى التصحر، هيخلي الأرض ما بتزرعش، فبالتالي يؤدي إلى التصحر. السببين دول من عند الله سبحانه وتعالى، أنا ماليش دخل فيهم. إنما البشرية زي الرعي الجائر، إن أنا أخلي الحيوانات ياكلوا من الأرض الزراعية بشكل كبير أوي مبالغ فيه، بيهلكوا التربة. رقم 2 قطع الأشجار، أنت اللي بتقطع مش ربنا سبحانه وتعالى. وزراعة محاصيل مجهدة للتربة زي الأرز. الأرز ده بيهلك التربة وبيخليها مش قادرة على الإنتاج. ده بالنسبة لأول درس عندنا. طب تعال نشوف تاني درس عندنا، وهو المحاصيل الزراعية. احنا المحاصيل شرحناها قبل كده في الدرس، وقلنا ان احنا بنشرحها بطريقة كويسة عشان ما ننساهاش. ازاي؟ قال لي بص، انا عندي
المحاصيل الزراعيه، ماشي. عندي القمح، عندي الارز، دي حبوب غذائيه. طيب هتقول لي ايه تاني؟ قال لي تعالى نشوف القمح موسم الزراعه بتاعه ايه. بص يا سيدي، موسم الزراعه بتاع القمح قال لك الوحيد اللي شتوي، كل اللي هناخده صيفي. شروط زراعته طالما شتوي يبقى حراره معتدله على طول، ثم تربه خصبه جيده الصرف. يعني ايه جيده الصرف؟ المسام بتاعتها واسعه فبتشرب الميه بسرعه، عكس الرز هنشوف دلوقتي. اهم الدول مصر، المغرب، سوريا. بص قبل ما اتكلم، مصر في كل الدول ما عدا الموالح والتمور، ماشي. قال لك الاهميه هي اكثر الحبوب انتشارا هو القمح، ومن الحبوب الغذائيه زي ما قلنا هو والارز. ايه تاني؟ قال لي الارز ده محصول صيفي، ما احنا اتفقنا بقى. وقصب السكر محصول صيفي. طب والقطن محصول صيفي. طيب ارجع للارز تاني. موسم الزراعه قلنا صيفي. شروط زراعته طالما صيفي يبقى حراره مرتفعه، محترم، بدات تفهم. تربه طينيه ثقيله. يعني ايه تربه طينيه ثقيله؟ المسام بتاعتها ضيقه عشان ما تشربش الميه بسرعه، فتفضل الميه موجوده، لان الرز بيحب الميه. كمان مياه ري وفيره زي ما قلت لك، بيحتاج ميه كتير. اهم الدول طالما ميه كتير يبقى مصر والعراق. على فكره بالمناسبه بيتزرع في مصر فين؟ قال لي في شمال الدلتا فقط. ليه؟ لتوافر شروط زراعته. طب لو قال لي عدم زراعه الارز في كل انحاء الوطن العربي، لعدم توافر شروط زراعته. قال لك هو اقل معلومات عنه، اقل الحبوب انتشارا في الوطن العربي، وبرضه من الحبوب الغذائيه، ده بالنسبه للارز. بعد كده قال لي قصب السكر موسم الزراعه صيفي. رد طالما صيفي يبقى بيحتاج حراره مرتفعه، بس هو قال لي جو مشمس. يا عم جو مشمس طوال العام، يعني حراره مرتفعه، خليك ناصح. 2 تربه خصبه وميه وفيره تنتج قصب السكر. لو عملت كده هتنتج قصب السكر. طيب بعد كده قال لي تعالى شوف لي اهم الدول. قال لك اهم الدول مصر، السودان. انت ملاحظ القمح مصر، الارز مصر، قصب السكر مصر، القطن هيجي برضه مصر. قال لك هنا مصر والسودان، انما الاهميه يدخل في صناعه السكر والورق والخشب. تعال نشوف القطن برضه صيفي وانت مغمض. قلنا خلاص القمح شتوي، الباقي صيفي. شروط زراعته طالما صيفي محترم، ردد يبقى حراره مرتفعه، بيحتاج تربه خصبه جيده الصرف، يعني مسامها واسعه عشان تشرب الميه بسرعه، وبيحتاج ايدي عامله وفيره. القطن بيتم من خلال كذا مرحله. واحد بياخد القطنايه، واحد يلم العود بتاع القطن، واحد بيلم بذره القطن، واحد بيعصر بذره القطن عشان يطلع الزيت بتاع بذره القطن، واحد مش عارف بيعمل ايه، فبيحتاج ايدي عامله وفيره. بعد كده قال لك اهم الدول زي ما قلنا مصر وبرضه السودان. ايه ده؟ انت قلت لي في القصب مصر والسودان، ايوه، وفي القطن مصر والسودان برضه، ايوه، وزود معاهم سوريا والمغرب، ماشي. الاهميه يدخل في صناعه المنسوجات، يعني الملابس زي ما انت ما شايف. اخر محصولين عندنا التمور والموالح. تمور وموالح، ايوه. التمور دي زي ما انت ما شايف كده البلح. الموالح دي اللي هو بقى زي البرتقال زي الليمون، دول بيسموهم موالح فيهم نسبه املاح عاليه. التمور الانتاج العالمي، الوطن العربي بينتج من الانتاج العالمي 90%. انت متخيل النسبه؟ رقم رهيب جدا. اولى الدول العراق. بس كده؟ بس يا سيدي. طب الموالح 10%. اولى الدول ايه؟ قال لي فلسطين. كده خلصنا الدرس الثاني. احنا عايزين نلم بسرعه اكبر عدد من الدروس، عايزك تبقى ان شاء الله داخل الامتحان والامتحان في جيب. تعال بقى نشوف الثروه الحيوانيه الدرس الثالث. الثروه الحيوانيه والسمكيه جايبينها بطريقه لذيذه ما شرحناها في الدرس، طريقه محترمه، طريقه كويسه، طريقه ملخصه. قلنا الدراسات بتختلف مع مدرس محترف. هنا قال لي انا عايز اعرف الثروه الحيوانيه، هقول لك اسم الحيوان وتقول لي اولى الدول فيه، ولو في معلومه هنعرفها، ماشي. بالنسبه للاغنام قال لي بص هي الاكثر انتشارا. اكثر انتشارا، ايوه. ليه بقى؟ بص يا سيدي، احنا عندنا المراعي فقيره. المراعي الطبيعيه فقيره. يعني ايه فقيره؟ ما فيهاش خضره كتير، لان انا عندي نوعين للمراعي هنشوفهم دلوقتي، ما فيهاش خضره كتير، ما فيهاش زرع كتير، فبالتالي فقيره. مين بقى اللي بيتحمل الفقر ده؟ الاغنام. طب يا مستر لو ما كانتش المراعي فقيره كنت اقول لك اولى الحيوانات الابقار. اهو هو ده
يبقى تاني انا عندي الاغنام هي الاكثر انتشارا بما تفسر لفقر المراعي، انما الابقار لو كان في غنى مراعي كانت هي تبقى اولى الدول. عايز اقول لك على حاجه، لو سالتك وقلت لك اولى الدول في الاغنام وانا مرتبهم بالترتيب ده واحفظ بالترتيب ده مش بترتيب الكتاب عشان تسهلهم على نفسك، الاغنام اولى الدول السودان، الابقار سودان، الابل مفيش غير السودان. طيب سودان مغرب جزائر، انما الابقار سودان مصر مغرب. مصر ادت كتف للمغرب قالت لها خش شو انا اقعد مكانك. يبقى تاني الاغنام سودان مغرب جزائر، الابقار سودان مصر مغرب، الابل السودان. في بقى في الابل سباقات مسابقات بيعملوها بالجمال، نوع من الجمال اسمه الهجن مش الهجن، مش اي اسم تاني عشان بسمع اسماء غريبه. اسمها ايه؟ الهجن. سباقات الهجن بنجيب الجمال دي وبنركب فوقيها وبنتسابق على سرعه 64 كم في الساعه، سرعه كبيره جدا. دي موجوده فين؟ قال لي موجوده في السعوديه والامارات ومصر. الهجن حاجه والابل حاجه. بالنسبه للماعز قال لك عندي صومال سودان، سودان برضه بس الاول صومال. يبقى تاني اغنام سودان، ابقار سودان، ابل سودان، ماعز سودان وقبلها صومال. اما الجاموس بيحتاج تربه فيضيه لا يتحمل الجفاف، يبقى موجود فين؟ اكتر ناس عندهم تربه فيضيه مصر عراق. الخيول مصر وعراق برضه بس حط وسطهم المغرب. فاكر لما مصر ادت كتف المغرب ونزلت مكانها وخلت المغرب الثالثه؟ المغرب نزلت وقالت انا هدي كمان للعراق كتف زي ما مصر عملت معايا، فادت للعراق كتف وخدت هي مكانها، فاصبح مصر مغرب عراق. طب الدواجن قال لك مصر سعوديه تونس. الاسماك لازم احفظ بقى الاسماك بالترتيب، مغرب مصر موريتانيا عمان اليمن. تاني كده مغرب مصر موريتانيا عمان اليمن. مش سامع تاني؟ مغرب مصر موريتانيا عمان اليمن. كده عرفت اوائل الدول. ايه تاني؟ قال لي انا عندي بعد كده المراعي الطبيعيه. مراعي طبيعيه هو يعني ايه مراعي طبيعيه؟ بص يا سيدي، مراعي طبيعيه هي نباتات تنمو دون تدخل من الانسان. ربنا سبحانه وتعالى نزل المطره طلع النبات بسميه نبات طبيعي دون تدخل من الانسان، تربى عليها الحيوانات حسب غنى المراعي. عندي معتدله، عندي حر، عندي ستيبس او سفان. المعتدله شمال الوطن العربي، انما السفانه او الحاره جنوب الوطن العربي. المعتدله بنربي عليها الاغنام والماعز، الحاره بنربي عليها الاغنام والابقار. طيب اهم الحيوانات، اهميه الحيوانات ايه؟ احنا قلنا اهم الحيوانات خلاص. اهميه الحيوانات انها توفر غذاء للانسان، بناكل اللحوم بتاعتها. قال لك وكمان الالبان توفر مواد خام لازمه للصناعه، الجلود والالبان. بصنع من الجلود ملابس، بصنع من الالبان الزبد والجبن. كمان الزبده اللي هي السمنه والجبن اللي هي الجبنه تساعد في اعمال الحقل والنقل. مش انت بتلاقي واحد راكب الحمار، يا مش قصدي عليك، قصدي على الحمار اللي في الشارع. بتلاقي واحد واخد البقره وبيستخدمها في اعمال النقل او اعمال الحقل. ايوه، فهي دي تساعد في اعمال الحقل والنقل. المقترحات احسن سلالات الحيوانات، انت تجيب سلاله بتدي لحمه كتير والبان كتير. والرعايه البيطريه لازم اهتم قوي بالرعايه البيطريه. انواع المصايد السمكيه، تعال نتكلم عن السمك. انواع المصايد 3، عندي بحريه، نهريه، بحيريه، مزارع سمكيه. بحريه يعني ميه مالحه، قال لك عندي اطلنطي وهندي، وعندي متوسط وبحر احمر وخليج عرب. طب نهريه قال لك نهر النيل ودجله والفرات. طب بحيريه 5 بحيرات الشماليه، بردويل، منزله، برولوس، اتكو ومريول. فاكرين لما قلنا بردويل مش برميل، منزله مش منزل، برولوس مش برنس، اتكو مش ادفو، مريوط مش مربوط. ال5 بحيرات. عندي كمان بحيره ناصر وبحيره قارون. مزارع سمكيه موجوده في مصر وبعض دول الوطن العربي. هو السمك مهم؟ طبعا. ازاي؟ قبل ما اقول لك مهم، انت ملاحظ ايه؟ ان مصر فيها جميع انواع المصايد. محترم. اهميه الاسماك قال لك توفر غذاء بروتيني للانسان. تيجي واحد عامل ريجيم يقول لك ايه؟ كل السمك. ليه؟ بيوفر غذاء بروتيني. رقم 2 سد العجز من الانتاج الزراعي والحيواني. بنسد العجز من الانتاج الزراعي والحيواني. لو انت ما عندكش زراعه بكميه كافيه، ما عندكش انتاج حيواني، بتلجا الى السمك ارخص شويه. كمان تدخل في العديد من الصناعات زي حفظ وتعليب الاسماك. حفظ الاسماك زي التونه، زي الرنجه، حفظ وتعليب الاسماك. ده بالنسبه لاهميه الاسماك. وادي التونه اهي. بعد كده
أسباب قلة الإنتاج والجهود. إيه المشكلات اللي بتواجهك؟ وهنشوف الجهود. قال لك أول حاجة استخدام الصيادين وسائل بدائية، أي مركب وأي شبك بيرميها وخلاص، بالتالي مفيش إنتاج. كمان ترك الصيادين تركوا الصيد وبدأوا يتجهوا للعمل بالصناعة والتعدين. هو هيشغل دماغه ليه يروح البحر اصطاد ولا ما اصطادش؟ هروح يا عم اشتغل في مصنع، اخد في اخر الشهر المرتب بتاعي واصرف على اهلي، واسيب خالص الصيادين واسيب حرفة الصيد. كمان 3 تلوث المياه وموت الاسماك، مشكلة بتقابل الصيادين كل شوية السمك بيموت. ليه؟ بسبب تلوث المياه. البحر المتوسط اكثر بحار العالم تلويثا. الصيد في الاوقات الممنوعة، بتيجي الدولة تقولي الوقت ده يا جماعة ممنوع الصيد فيه. ليه؟ قد يكون السمك على فترة هينجب سمك تاني، فانت بتصطاده في الوقت ده، فحرمت البحر او حرمت الانسان من ثروة سمكية هتبقى موجودة في البحر بانك اصطدت في وقت غلط. كمان استخدام شباك ضيقة، يعني يا مصر ما عشان يصطاد كل السمك، ما هو هيجيب السمك الصغير ولما يجيبه مش عارف ياكل فهيرميه. طب واحد يقول لي ما يرجعوا المية تاني، ما هو هيكون مات، وبالتالي حرمنا من الاستفادة منه في وقت تاني. ايه الجهود او المقترحات؟ قال لك هندرب الصيادين، هنعلمهم على وسائل الصيد الحديثه، كمان هنحسن احوالهم. انت لو عندك معاش وعندك مرتب وفي حد بيساعدك والدوله بتسال فيك، عمرك ما هتبطل حرفه الصيد. الحفاظ على المياه من التلوث عشان نحمي الاسماك، وهنوعي الصياد بالتوقيت اللي يصطاد فيه والتوقيت اللي ما يصطادش فيه، والتوسع في زراعه طبعا الاسماك. ده بالنسبه للجغرافيا. تعالى سريعا ناخد بسرعه جزء التاريخ. وعندنا في التاريخ قلنا هما دولتين بس، الأموية والعباسية، مش هناخد الفاطمية. الفاطمية مش مقررة علينا. تعال نشوف الدولة الأموية، مش مقررة علينا في شهر مارس، مش مقررة علينا في شهر مارس. فهنا تعال نتكلم عن الدولة الأموية أو الدولة الأموية، وحدة الثالثة الدرس الأول. الدولة الأموية أبدأ مقدمة عنها. الحسن بن علي وعامل جماعة. في البداية تنازل الحسن بن علي لمعاوية عن الحكم. ليه؟ ركز بقى عشان النقطة دي فيها كلام كتير وفيها لغط كتير ومدرسين بيغلطوا في سيدنا معاوية. احنا اتفقنا ان بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان اللي تولى الخلافة سيدنا علي، ولكن سيدنا معاوية حصل خلاف بينه وبين سيدنا علي. ليه؟ سيدنا معاوية عايز ياخد قصاص سيدنا عثمان الوقت حالا. سيدنا علي قال له لا، احنا نهدي الدولة ثم ناخد القصاص. فبدأ من هنا الخلاف وبدأ الصحابة يقاتلوا في بعض. فإيه اللي حصل؟ قال لك بعد موت سيدنا علي، بعد ما سيدنا علي بن أبي طالب توفى، بدأ سيدنا الحسن يمسك من بعد. الحسن بن علي مسك بعد والده اللي هو علي بن أبي طالب. بعد ما سيدنا علي بن أبي طالب قتل وخدنا الترم الأول، مين اللي قتله؟ عبد الرحمن بن ملجم. مين اللي بيحكم؟ الحسن بن علي مع فئة من المسلمين، ومعاوية بن أبي سفيان مع فئة من المسلمين. أيوة، يعني إيه اللي هيحصل؟ الحسن بن علي قال لك حقنا لدماء المسلمين، مش عايز الخلافة ولا عايز المنصب ولا عايز الكرسي، المهم حافظ على دماء المسلمين. فتنازل الحسن بن علي لمين؟ لمعاوية بن أبي سفيان. ليه؟ حقنا لدماء المسلمين وجمعا لكلمتهم. يبقى تاني، حسن بن علي هو مؤسس عام الجماعة. ليه؟ حيث تنازل الحسن بن علي لمين؟ لمعاوية بن أبي سفيان. عن إيه؟ عن الحكم، بما تفسر حقنا لدماء المسلمين وجمعا لكلمتهم. سيدنا النبي قال لك لأن تهدم الكعبة خير من سفك دم امرئ مسلم. لو الكعبة وقعت واتهدت أهون عند ربنا من إن واحد مسلم يموت. سيدنا علي عمل كده. وكمان وصية النبي أو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن ابني هذا سيد، قصده على علي، على الحسن بن علي، ولعل الله، كان قاعد على حجره كده وبيشاور عليه، إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. اسمع، عظيمتين من المسلمين، ما قالش فئة عظيمة من المسلمين وفئة تاني، فئتين عظيمتين من المسلمين. معاوية صحابي جليل رضي الله عنه، علي بن أبي طالب صحابي جليل رضي الله عنه. إياك والخوض في الصحابة. احنا مش بنتكلم عن عالم بيقول لك لحم العلماء مر، ما بالك بقى بس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أنفق أحدكم مثل أحد
ذهبا، لو جبت قد جبل احد وما ادراك ما جبل احد ذهب، واحد من الصحابه ايده بس كده او نصها ما بلغ مد احدهم ولا نصيف. مش هتيجي قد ما يجي واحد بس من الصحابه ينفق قد ايده كده او نص ايده، فانت عمرك ما هتيجي زيهم. فلما الاقي مدرس بيتهجم على سيدنا معاويه، اسف، راجع حساباتك تاني. المهم عندي بعد كده ديوان الخاتم، انشاه طبعا سيدنا معاويه ليه؟ لختم وحفظ مراسلات الخليفه. كان ممكن الخليفه يبعت رساله تتفتح وتتقري، ده هيشمعها ويختمها، هيشمعها ويختم. واحد يجي يقول طب ما هيقطع الظرف وياخد الرساله ويحطها في ظرف ويشمعها، ماشي، بس مش عارف يجيب الختم. يبقى الحفظ وختم مراسلات الخليفه. بعد كده هنتكلم عن اهم حكام الدوله الامويه. الدوله الامويه بالمناسبه بص كده تحت، قال لك حكمت 91 عام، عدد خلفاء 14. هنتكلم عن 4 بس. نبدا باول واحد، سيدنا وتاج راسنا معاويه بن ابي سفيان، مؤسس الدوله الامويه. كان من كتاب الوحي، شارك في حروب الرده. يعني ايه كتاب الوحي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بينزل عليه سيدنا جبريل وبيملي الصحابه، النبي يسمع ويبدا يقرا، فالصحابه بيكتبوا. مين بقى من ضمن الصحابه دول؟ معاويه بن ابي سفيان. شارك في حروب الرده. عارفين لما النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدك النبي عليه الصلاه والسلام، لما مات مجموعه من القبائل قالت احنا هنسيب الاسلام، امتنعوا عن دفع الزكاه، المرتدين دول ابو بكر رضي الله عنه حاربهم، كان من ضمن اللي شارك في الحروب ديت معاويه. كمان شارك في فتح بلاد الشام واصبح وليا عليها 18 هجريه. اعمال معاويه بعد توليه الخلافه، نقل العاصمه لدمشق. كانت فين؟ كانت في الكوفه. ليه؟ ليكون بين مؤيديه، عايز يبقى بين الناس انصاره ومحبيه، فراح نقل العاصمه منين؟ من الكوفه اللي كان عاملها سيدنا علي، ثم نقلها لدمشق اللي هي مقره هناك في الشام. ادخل نظام الوراثه، ادخل، ودي يعني اكتر حاجه سيدنا معاويه غلط فيها وهو ندم. يعني هو على فراش الموت كان بيكلم يزيد، قال له يا يزيد لقد فعلت بسببك امورا لم اكن لافعلها. انا عملت عشان خاطرك حاجات، يعني عايز اقول يا ريتني ما كنت عملتها، سبب حبي لك يا يزيد، يزيد ابن سيدنا معاويه. فهو اللي ادخل نظام الوراثه وانشا مدينه القيروان. كمان اهتم بالبحريه والفتوحات الاسلاميه. تاني واحد عندنا عبد الملك بن مروان، بالمناسبه هو الخامس مش الثاني. احنا ليه مش هناخد تاني خليفه بعد معاويه؟ قال لك احنا بناخد المؤثرين بس، الناس اللي كانوا ليهم اعمال كبيره زي معاويه، زي عبد الملك، زي الوليد، زي عمر بن عبد العزيز. هو المؤسس الثاني. ليه؟ لانه قضى على الفتن والثورات، حصل في عهده فتن كبيره قضى عليها، فسميناه تاني واحد ياسس الدوله الامويه. بعد كده قال لك ده خامس الخلفاء، يعني ترتيبه الخامس من ال 14. ايه تاني؟ اعماله بعد توليه الخلافه، عرب الدواوين، خلى الدواوين اللي عملها عمر بن الخطاب تكتب باللغه العربيه. كمان ضرب العمله الاسلاميه او سك العمله، صنع العمله الاسلاميه. كنا بنتعامل بالدرهم والدينار، درهم الفارسي والدينار الرومي، فقال لك الغي الكلام ده، هنتعامل بعمله اسلاميه. انشا مسجد قبه الصخره، ده قبه الصخره مش المسجد الاقصى، هو هيضحكوا عليك عشان يحاولوا ينسوك القضيه بتاعت فلسطين، فقال لي انشا مسجد قبه الصخره اللي انت شايفه ده، وامر بتنقيط المصحف. كان الكلام باللغه العربيه بيتكتب من غير نقط، هو اللي امر بتنقيط المصحف. بعده ابنه بيمسك الوليد بن عبد الملك، وده سادس الخلفاء. اعمله ايه؟ قال لك انشا المسجد الاموي، المسجد الاموي في دمشق الى الان موجود، واعاد بناء المسجد النبوي، ووسع الحرم المكي. كمان مهد الطرق، بدا يمهد الطرق ويحفر الابار عشان المسافرين، واهتم بالفقراء. الفتوحات وصل للسند، فين؟ في الشرق اللي هي جنب الهند دلوقتي او في الهند حاليا، ووصل الاندلس في الغرب. بعد كده عندي عمر بن الخطاب. يا مستر عمر بن الخطاب مين؟ انت قصدك عمر بن عبد العزيز؟ معلش، اصل الاثنين وجهان لعمله واحده، عامل زي ما تجيب الجنيه يقول لك ملك وكتاب. عمر وعمر الاثنين ما تفرقش بينهم، نفس اعمالهم الصالحه. عمر بن عبد العزيز ثامن الخلفاء، لقب بخامس الخلفاء الراشدين. ازاي هو الخامس وهو اصلا الثامن في الامويه؟ مش الثامن في الصحابه، ده الثامن في الدوله الامويه، يعني بعيد قوي. ده مسك بعد هجره النبي يجيب 100 سنه،
فقال لي بص، هو الثامن عشان عرف بالصلاح، هو الخامس لأنه عرف بالصلاح والعدل ونشر الرخاء، كمان صان المال العام وأنشأ المساجد ومهد الطرق. صان المال العام أمر بني أمية وهو نفسه رجع ما وهب له، أي هدية جات له رجعها بيت المال، وأمر بني أمية أي هدية جات لهم يرجعوها لبيت المال. الهدية دي لولا منصبك ما كانتش جات لك عشان منصبك، فالأولى بيها مال المسلمين. سقوط الدولة الأموية بسبب ضعف الأمراء والصراع فيما بينهم. الصراع بين القبائل العربية كان في بينهم صراع على مين اللي يمسك الحكم. كراهية الموالي للأمويين، الموالي مسلم من غير العرب، يعني واحد من أمريكا مسلم بسميه موالي. كان الدولة الأموية معتمدة على العرب وبتهمل الموالي، فبالتالي الموالي كرهوا الدولة الأموية. كمان كثرة ثورات الشيعة والخوارج، كل شوية يعملوا ثورات مما أضعف الدولة الأموية. تعال نشوف آخر درس عندنا في اختبار شهر مارس. الدولة العباسية نشأتها هي تنسب إلى العباس عم سيدك النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. قال لك نجحوا في هزيمة الأمويين فين؟ قال لك في معركة الذاب. في معركة الذاب حكموا قد إيه؟ 525 عام. عدد خلفائها 37 خليفة. إيه تاني؟ قال لك عايز أعرف امتدادها قال لك امتدت من أرمينيا شمالا، أرمينيا شمالا في البحر المتوسط حتى النوبة جنوبا، وقال لك من المحيط الأطلنطي غربا إلى بلاد ما وراء النهر شرقا. عندي عصرين اللي هي عصورها، عصر عباسي أول وعصر عباسي تاني. الأول ده بيسموه العصر الذهبي، التاني ده بيسموه عصر الضعف والانهيار، ما كانوش عارفين يسيطروا على الحكم. أهم حكام الدولة العباسية هنتكلم عن 5. أول واحد عندنا أبو العباس. ماله؟ أول خلفاء بني العباس. إيه أعماله؟ قال لك أسس قواعد الدولة العباسية. الراجل ده هو اللي وضع القواعد أو هو المؤسس الأول، ونقل العاصمة للكوفة، رجع الكوفة تاني، ثم الأنبار، ما عجبتوش الكوفة وداها الأنبار. كمان جدد الطريق بين مكة والكوفة وزوده بالمنارات. ليه؟ قال لك لإرشاد المسافرين. جدد الطريق بين مكة والكوفة، كوفة العاصمة ساعتها ومكة اللي بنحج فيها، وحط لك منارات زي عواميد نور عشان ترشد المسافرين. كمان أبو جعفر المنصور أخوه ثاني الخلفاء، ده بقى بيقولوا عليه المؤسس الحقيقي. ليه؟ قال لك لأنه قضى على الفتن والثورات ونشر الأمن وراقب الولاة وحاسبهم. كان يعين الوالي ويراقبه، ولو عنده غلط يحاسبه، وبنى مدينة بغداد واتخذها عاصمة. بعد كده عندك هارون الرشيد. ماله؟ اهتم بالعلم والعلماء. أهم أعماله اتسعت في عهده. عندك هتلاقي كلمة اسمها رقعة الدولة الإسلامية. اتسعت في عهده الدولة الإسلامية. عندك في الكتاب هتلاقي حاجة اسمها، يقول لك رقعة الدولة الإسلامية، يعني رقعة مساحة. بعد كده اهتم بالزراعة والصناعة والتجارة، وكان بينشئ الحدائق والقصور والمساجد والأسواق. ثم ابنه من بعده المأمون، ماله؟ اهتم بالعلم والعلماء زي أبوه. كمان شجع حركة الترجمة، كان يجيب الكتب من الدول التانية ويترجمها ونستفاد منها. وقضى على الفتن والثورات. المعتصم تولى بعد أخوه المأمون ابن هارون الرشيد، اهتم بالجيش وقضى على الفتن والثورات اللي قامت في عهده. بنى مدينة سمراء. فين دي؟ في العراق برضه. وفتح عمورية في تركيا حاليا، مش عليك. وانتصر على الروم. سقوط الدولة العباسية قال لك بسبب ظهور الدول المستقلة. قال لك كمان ضعف الحكام وطمع الغزاة فيها زي الصليبيين والتتار. وبكده نكون خلصنا فيديو مراجعة النهاردة. تحياتي ليكم السلطان أحمد حمدي. عندك أي استفسار، عندك أي تعليق، اتفضل ابعت لي أو اكتب في الكومنتات وإن شاء الله هنجاوبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.